بكم. أسد العرب في قمة العرب، القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالدوحة في قطر. إسرائيل بتتوغل تماما في الدول العربية والإسلامية. إسرائيل بتحلم بإسرائيل الكبرى من المحيط إلى الخليج، لكن إسرائيل يعني عشمها كبير قوي في موضوع إسرائيل الكبرى. يا جماعة لازم تكاتف عربي موحد من كافة الدول العربية والإسلامية. العرب لن يكون لهم دور ولن يكون هناك استقرار بدون التكاتف العربي. الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلمته الشهيرة في القمة العربية اللي قلبت وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في إسرائيل. لأول مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بيصف إسرائيل بالعدو. الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاهل تماما القيادة الإسرائيلية. كلمته كانت موجهة للشعب الإسرائيلي. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيقول لهم إن القيادة بتاعتكم مودياكم منطقة تانية هتؤدي إلى عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط، وهتلغي تماما اتفاقية السلام. 40,000 عسكري من خير أجناد الأرض بيتجهون إلى سيناء. ليه يا عم سامح الناس رايحة ليه؟ علشان إسرائيل بتحلم إن هي تهجر الفلسطينيين إلى سيناء. في حال تهجير شخص واحد من قطاع غزة إلى سيناء، على طول هيكون هناك عمل عسكري من القوات المسلحة المصرية. يا جماعة الموضوع كبير. الدولة المصرية بتتعرض لهجوم من معظم الدول، يعني عندنا إسرائيل وأمريكا وأوروبا، الكل بيسعى للضغط على مصر من أجل تهجير الفلسطينيين إلى قطاع غزة. لكن بنقول لهم كل موتوا بغيظكم. مصر دولة كبيرة، مصر دولة كبيرة قادرة بعون الله إن هي تحمي حدودها وتحمي سيناء وتحمي القطر المصري كله. الجيش المصري يا جماعة على أهبة الاستعداد في انتظار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني قالها في معظم خطاباته إن العافي محدش هيقدر ياكل لقمته. مصر دولة عافية، دولة قوية قادرة بعون الله إن هي تحمي كل مقدرات الدولة المصرية. شوفنا كلنا في القمة العربية 20 طيارة حربية مصرية من سلاح الطيران المصري بتحمي القمة العربية. على طول الطيران المصري لما راح قطر عمل ايه؟ قفل الاجواء القطرية. يعني حصل انبهار في اسرائيل. اسرائيل قال لك عبد الفتاح السيسي بيعمل كده ليه؟ الراجل ده بيستعرض عضلاته علينا. ايوه بيستعرض عضلاته عليكم، ومفيش كلب في اسرائيل هيقدر يضرب رصاصة على الجيش المصري، على الشعب المصري، على اي قيادة من قيادات الدولة المصرية. سيبنا من الكلام الفارغ اللي اسرائيل بتقوله ان احنا هنقوم بعملية اغتيال لقادة حماس. حتى لو في مصر محدش هيقدر يقرب من مصر ولا من اي مكان في مصر. عملوا محاولات لاغتيال بعض قادة حماس في القاهرة، لكن عندنا ابناء المخابرات العامة المصرية، ابناء المخابرات الحربية قدروا ان هم يعني يفشلوا عمليات الاغتيال ديت. قدروا ان هم يقولوا لاسرائيل لا، الشغل ده ما يتعملش مع مصر، الشغل ده ما يتعملش مع مصر. والمخابرات الحربية المصرية بلغت قطر وعن طريق تركيا في الهجمة الأخيرة اللي قامت بها إسرائيل على قطر، وقدر قادة حماس إن هم ينجوا من عملية الاغتيال الغاشم اللي خططت لها إسرائيل. يا عالم انتوا بتتعاملوا مع مصر، انتوا بتتعاملوا مع المخابرات العامة المصرية، انتوا بتتعاملوا مع الجيش المصري، ومحدش هيقدر على الجيش المصري، محدش هيقدر على مصر ولا على جيش مصر. الشعب المصري يا جماعة كله على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية
من أجل نمو واستقرار وتنمية هذا الوطن. مصر يا جماعة مش عاوزة تحارب، مصر ما بتحبش الحروب، مصر عاوزة تعيش في أمن وسلام. لكن إذا فرض القتال على الجيش المصري وعلى الشعب المصري فنحن أهله. إذا فرض القتال على طول هتلاقي أشاوس، هتلاقي خير أجناد الأرض يعني قادرين بعون الله إن هم يعني يحطموا العدو. كل موتوا بغيظكم. إسرائيل تل أبيب بينها وبين العريش 100 كيلو، مستوطنات غزة بينها وبين طابة 500 متر. انتوا كلكم في مرمى النيران الجيش المصري. يا جماعة فوقهم وتعاملوا مع مصر بعقلانية وباحترافية أكتر من كده، علشان لو حصل حاجة الجيش المصري مش هيسمع عليكم. الجيش المصري يعني هيفني إسرائيل ومن وراء إسرائيل، وإن شاء الله ننصرهم الدنيا.